ستات كتيرة بعد آخر فيديو نزلته وازاي تكسبي الراجل اللي معاكي وتخليكي ست ذكية اتكتب لي في الكومنتات من بنات ومن ستات: الراجل لما بيتقدر زيادة بيتمرع. للأسف انتي عندك معلومة خاطئة أو معلومة مغلوطة، ولازم تفهمي ان في راجل لما بيتقدر بيدي أمان، وفي راجل جعان تقدير، وفي راجل نرجسي، والفرق ما بين التلاتة كبير جدا. فانتي محتاجة تفهمي معايا يعني ايه ان انا اقدر حد، ويعني ايه ما يطلعش نرجسي. طيب، بداية الكلام انه الراجل وهو صغير ما بيتقدرش زي البنت في المجتمع الشرقي بتاعنا. يعني البنات الصغننة مثلا: يا جمالك، يا طعامتك، شعرك حلو، فستانك حلو. الولد بيتقدر لما بيجيب درجات كويسة، بيلعب ماتش كويس، بينجح في التمرين بتاعه، لكن هو مش بيتقدر على طول. فبالتالي لو طالع من بيئة ما كانش فيها تقدير سوي نفسيا، فالولد ده بيطلع جعان تقدير. وفي فرق ما بين الولد اللي كان بيتقدر في بيته والطفل الداخلي عنده متشبع بالتقدير، فبيطلع اي علاقة يخشها هيبقى برضو محتاج تقدير، بس قدامه هيدي امان. يعني مجرد انك قدرتيه وحسستيه ان هو بيعمل حاجة، هو هيديك الامان. في راجل تاني اسمه جعان تقدير، وده مش متشبع بالتقدير وهو صغير، فبالتالي بيبقى جعان، فمهما تأكليه تقدير بيتعجرف بس لحد بوينت معينة، وهتلاقيه قدم لك أمان، لأنك كنتي بتدي تقدير في الحتة الغلط أو في الحتة اللي مش متناسبة معاه. اما التالت النرجسي، وفرق ما بينه وما بين جعان التقدير ايه: مهما قعدت ادي الراجل اللي معايا تقدير وبرضه بيتعجرف مرة 2 10 20 30، ما بيديش امان، ما بيديش اهتمام، ما بيديش احتواء، ما بيديش اي حاجة، ده نرجسي. فرق ما بينه وما بين جعان التقدير ان جعان التقدير هتدي مرة لحد 10 مرة منهم هتلقط معاكي، هتلاقي فيه امان واحترام وتقدير واحتواء وكل اللي انت عايزاه والاهتمام اللي انت عايزاه، لان زي ما قلت بتدي في حتة غلط. لكن النرجسي مهما اديتي تقدير بيتعجرف، ما بيرضاش بأي وضع، فده تعرفي على طول ان هو نرجسي. تاخدي بالك ان جعان التقدير غير النرجسي، غير المتشبع بالتقدير في الشغل. يعني مثلا هتلاقي اللي جعان التقدير لو ما تقدرش في شغله او الناس حسسته بالانجاز والفعالية في شغله، هتلاقيه على طول بيعمل مشاكل، وعلى طول مش طايق الشغل ورايح بالعافية علشان المرتب او علشان عنده التزامات. اللي متشبع تقدير برضو بيحب التقدير في الشغل، بس ممكن يستحمل او يجي على نفسه ويتشبع بالتقدير من حتة تانية. النرجسي ما يقدرش يقعد ابدا في حتة او في مكان اتقفش فيه او اتعرف ان هو نرجسي، فبيمشي على طول. فدي برضو تاخدي بالك منها في الشغل.